الحمد لله. كنشكروا الله حيتاش بلا الله ما عندنا والو الدراري. نقول لكم الحكايه بدات في مكسيكو وغنكملوها في مكسيكو. اول حاجه غنبغي نهنئ جميع المغاربه بهذا التاهل، واللي كان واحد التاهل بواحد الطعم خاص، حيت حرفيا قصينا واحد من اكبر المنتخبات المرشحه باش دي هاد كاس العالم، الا وهو المنتخب الهولندي. وهذا الاقصاء هذا ما جاش اقصاء عادي، وقصينا هذا المنتخب بالاداء باقناع الاخوان. راه ما سهلاش ترجع منتخب بحال هولندا اللور وتستحوذ لهم على الكره وتكون انت هو صاحب اخطر الفرص في هذه المباراه هذه. راه كندويو الدراري على 70% ديال الاستحواذ مقابل 30% لهولندا. الاخوان ركزوا معايا، راه ما كندويش هنا على منتخب هايتي ولا شي منتخب اول مره كيشارك في كاس العالم، لا، راه كندويو على منتخب هولندي، منتخب مرعب، منتخب مرشح باش انه يوصل للدور النهائي في كاس العالم، وبلاد اللي خرجت منها الكره الجميله، خرجت منها ديك التيكي تاكا، هما صحاب ضريبه، وباش انت دير عليهم ضريبه ودوزهم، فراه هذا الشيء كيستحق واحد الوقفه ديال تامل. الدراري ما قدروش يديروا حتى 30% من ديك الكره اللي كيعرفوا، حين تلقاو واحد المنتخب اللي هو واقف قدامهم بكل بساطه، لاعبين ضد ابطال افريقيا واحد احسن المنتخبات العربيه والافريقيه على مر التاريخ، وكنقولها وعارف اش كنقول، واللي ما عجبوش الحال راه الحيط حداه. المنتخب المغربي حاليا ولا المنتخب اللي كيخشاو منه جميع منتخبات العالم من الاخر. وهذا الهضره اللي كنقول راه ماشي غرور، هذا واقع اللي ولينا كنعيشوه والناس كتشوفوا بعويناتها. وهنا غندخلوا شويه في واحد التحليل بسيط على اداء اللاعبين اللي بصراحه بهروني يا الاخوان. وماتش على ماتش كنزيد نتاكد اننا عندنا لاعبين كبار الدراري، وخاصه باللياقه البدنيه العاليه ديالهم، وعلى راسهم نايل العيناوي الدراري، نايل العيناوي الدراري، نايل العيناوي الدراري 3 المرات. خمسة وخميس عليك اخويا، خمسة وخميس، والله يحفظك لينا ويحفظك لوالديك اخويا ويحفظك للاسره الصغيره ديالك. ولكن اللي بغيت نقول لك اخويا نايل، راه كنت كنتفرج فيك، انا كنتفرج غير بعويناتي، والله تعييت فيزيكمون وحق الله. وباش كنشوفك انت تبارك الله كيفاش كتشد البالون في الدقيقه 115 وكتقلب وكتعطي كره وكتمشي عند داك اللي كتعطيه كره وكتاخذها من عنده وكتعاود تقلب، وفي الدقيقه 116، فراه هذه المساله راه ماشي عاديه الدراري، وخصنا نوقفوا عندها. حنا المغاربه راه كنتفرجوا بزاف في كره وكنتفرجوا بزاف في الشامبيونز ليغ اللي كتعتبر اقوى البطولات. وشخصيا كنت كنشوف لعابه كبار فاش كيوصلوا ال 120 دقيقه والله حتى كيبقاو يتخباو وتيوليو غير كيجروا في رجليهم، حيت عارفين ما عندهمش الدوبلور ديالهم، والمدرب كيشوف فيهم خصهم يكملوا ديك 120 دقيقه وكيبقاو يتخباو من كره. نايل دار العكس تماما، تبارك الله ما شاء الله. اللي جاي يتفرج حتى الدقيقه 110 ويبدا الماتش غيبان له نايل واقيلا هو اللي كان شونجمون، واقيلا هو اللي عاد دخل، راه تبارك الله واحد الكونديسيون فيزيك اللهم بارك وزيد في ذلك. ولحد الساعه بالنسبه لي انا اكثر لاعب واقف فيزيكمون في هذا كاس العالم هو هذا اللاعب هذا، وبدون افتخار، ماشي حيت انا مغربي وهو مغربي، لا، انا متبع كاس العالم من نهار بدات، ولكن الاداء ديال نايل العيناوي تبارك الله فيزيكمون راه ما كاينش خوه. ونجيو دابا للبركه اللي عندنا في المنتخب، الا وهو الحاج الشيخ نصير المزراوي. وتبارك الله عليك. وغنقول لك اخويا غير الله يقوي ايمانك، راه ما حد ايمانك كيقوى والاداء ديالك اخويا تبارك الله ما شاء الله كيزيد غير يعطي. اش هاد الختوريه وصلتي ليها اخويا، اش هاد الثبات، وسعداتنا بك اخويا، والله الا سعداتنا بك، والله يحفظك لينا من شر الخلق. بونو خويا الهضره فيك كثيره، والا بدينا ما غنساليوش هاد الفيديو اخويا. اللهم بارك، احسن حارس مرمى كاين في العالم في الجيل ديالو من الاخر، تبت هذا الشيء قاريا عالميا، اللي بغيتو في اي بطوله كيدخل ليها ياسين بونو كيعطي البصمه ديالو. ويكفي انني نذكركم شنو كان دار مع الهلال في كاس العالم اللي داز نيس في ميريكان العام اللي فات. بونو كيكون ديما حاضر في البطولات الكبيره. اجي واش في اخباركم ان المنتخب الهولندي عمرو خسر مع شي فريق افريقي ولا فريق عربي في شي بطوله رسميه؟ حيت راه نبقاو نهضروا في حال هكا شي جيران غيقول لك راه ربحناهم، راه حكاره قبل البطوله درنا معاهم ماتش وربحناهم 1-0 وكاد. اللهم نذكرهم بذيك رسميا، مباراه رسميه. ونزيدكم منتخب اللي ما عمره خسر من 2010 في كاس العالم في 90 دقيقه ولا 120 دقيقه، كيخرج غير بيلانتيات. هادشي اللي كيدل على ان المنتخب الهولندي راه ماشي منتخب عادي ولا شي حاجه، منتخب اللي كان مرشح يدي هاد كاس العالم. هاد المنتخب اللي كنهضروا عليه راه ما دار والو قدامنا البارح. راه البرومي ميطا نقدروا نقولوا خرج واحد شويه كره، ولكن الدوزيام ميطا حرفيا ما شمهاش. هجمه وحده اللي دار واللي كانت كونتر اتاك
قدر انه يماركي فيها بيت فقط. هادشي اللي دار. وكون حنا حرفيا استغلينا دوك الفرص اللي كانوا بيوت حين تبارك الله ما شاء الله راه زقلنا واحد 5 ديال البيوت وكون حنا كان عندنا الزهر ديال الكره وبغاتنا كره البارح كون راه سالينا معاهم في الماتش، حيت حرفيا 5 ديال الفرص اهداف مشاو لينا الدراري وما كناش غنوصلوا معاهم كاع لهاد المواصل هادو وكنا غادي نساليوها معاهم في 90 دقيقه وإلا كثرنا 120 دقيقه وما نوصلوش معاهم بينانتيات. ولكن قدر الله ما شاء فعل، حتى هاد البينانتيات بحلاوتهم. ولكن اللي عنده الشارجان عيسى ما يخافش الاخوان، حيت اللي غيفهمني في هاد اللحظه هذه هو داك اللي كان عايش البارح على اعصابه وكان حاسب اننا صافي غنمشيو في حالنا ورجعنا من المطار الشيء حتى طلعونا للطياره وقالوا لنا حزموا حزام الامانه وهو يردنا الشارجان عيسى. هادشي علاش عيسى ديوب هاد الهدف اللي ماركا هو اهم هدف عنده في الحياه ديالو ككوايري وما عمره غادي ينساه. واخا كاع يماركي لينا شي بيت بالنسبه لنا حنا المغاربه هذا هو احسن هدف عند السي عيسى. وباسمي وباسم المغاربه كاملين كنطلبوا منك السماحه، حيت في الاول تهكمنا عليك شويه وهضرنا عليك شويه واللي غلب يعف اخو عيسى، اللي غلب يعف. هاد المباراه الاخوان راه ما كانش ملعوبه في التيران وغير بالرجلين فقط، لا كانت ملعوبه ذهنيا، حيت حنا عندنا واحد اللعابه اللي كان عندهم واحد التكوين هولندي وبقاو كيتكونوا في هولندا وفي الاخر سمعوا النداء القلب وجاو لعبوا في المغرب واخا نط عليهم البلباله في هولندا. راه كانوا لاعبين ماتش ولكن وسط راسهم كاين ماتش اخر ملعوب، خاصة نصير مزراوي وأنس صلاح الدين وحتى أمرابط اللي كانوا معولين عليهم هولندا يلعبوا معاهم، مشاو ليهم ولاو كيلعبوا مع المنتخب المغربي ولا وقدروا أنهم يكونوا فعالين وقصاوهم من كأس العالم. راه ما غتصرتش ليهم الاخوان. ايوا والسيباري كمل لهم الباهيه. السيباري اللي كيتعتبر هو احسن لاعب في الدوري الهولندي كان عنده الشرف بيلانتي الاخر انه هو اللي يقصي ديك البلاد اللي هو احسن لاعب فيها. وهذا الشيء كيزيد يفكرهم في المغاربه وكيزيد يفكرهم في ديك الدبره ديال المغاربه اللي كيتكونوا تما وكيجيو يلعبوا في المغرب. ودابا عندي لكم واحد السؤال، هاد الجريند هادي اللي شفناها دابا عند اللعابه ديال المنتخب المغربي واش ما لاحظتوش انها ماشي عاديه؟ واش ما لاحظتوش انها واحد الجريند اللي زايده شويه على الماتشات الاخرين؟ علاش في نظركم علاش؟ انا غادي نجاوبكم وما نخليكمش تفكروا بزاف اسيد. السر سيادنا في الوالدين. هي كيف ما كتسمع السر في الوالدين. فوزي القجع الاخوان خصص واحد الرحله خاصه للوالدين والعائلات ديال اللعابه باش يكونوا حاضرين في هذا الماتش هذا، حيت تعرفوا واحد الماتش اللي هو اقصائي وعرف كيفاش يخرج الدراري بسيشيكمون. الدراري فوزي القجع خدم واحد الخدمه ديال الكوتش مونطال احسن من كاع داك الكوتش مونطال اللي مرافق المنتخب. وهذه الخدمه هذه ماشي غريبه على فوزي القجع، حيت نفس الحاجه كان طبقها في مونديال قطر 2022 فاش كان فاجئ اللعابه وجاب لهم العائلات ديالهم والوالدين ديالهم حتى اللي عندهم في التيران. هادشي علاش كتشوف اللعابه ديالنا عندهم واحد الروح قتاليه وواحد الجريندا. راه باش تماركي عليك هولندا في الدقيقه 72 الاخوان وهما واقفين فيزيكمون وواقفين في لا ديفونس واللعابه ديالنا ما هبطوش يديهم. نورمالمون فرقه اخرى غادي تلاشي غيوليو بان لك غير كيلعبوا باش يسالي الماتش، ولكن ديالنا لا بقاو لاعبين وشادين. وحتى البروفيسور وهبي عرف شنو يدير ودار دي شونجمون ديالو وقدر يقلب الماتش وقدر يجيب لينا البيت حتى للدقيقه 92. راه كنهضر بواحد الحرقه الدراري والله القسم الا تجمعت القوه ديالي تجمعت، حيت البارح ما قدرت لا نصور لا نهضر لا ندير حتى شي حاجه. صافي ساليت مشيت نعست سالينا مشيت كنحلم كنفكر في داكشي اللي طرا واش بصح واش انا غير كنحلم. حتى اليوم الصباح فاش فقت ووعيت وليت نقول واش داكشي اللي طرا البارح بصح. عاد بديت كنصور في هذا الفيديو هذا. ونرجعوا للموضوع ديالنا. فوزي القجع قدر انه يدير الخدمه ديال الكوتش مونطال وقدر انه يخرج من اللعابه ديالنا 150% من المجهود الشخصي ديالهم ولعب ليهم على البسيشيك بزاف. فاش كنهضروا على البسيشيك راه واحد الحاجه اللي صافي الفيزيك ما تيبقاش يلقى معها الحل، لكن شي بسيشيك مزيان فيزيك راه غتبقى تعطي حتى
اخر نفس عندك. وهذا الشيء اللي شفناه بالضبط في مونديال قطر فاش وصلنا حتى للدومي فينال بواحد القتاليه ديال الرجال، وشفنا كيفاش كانوا كيمشيو الوليدات ديالنا كيحتفلوا مع الامهات ديالهم، وراه شفنا كاملين الاحتفاليه ديال بوفال مع الام ديالو اللي ولات واحد الاحتفاليه شهيره. المباراه القادمه الاخوان غادي تكون عندنا ضد المنتخب الكندي. منتخب كندا ماشي ديال 2022 حيت لعبنا معاهم في 2022 وربحناهم. هذا المنتخب هذا منتخب قوي ومنظم ومنتخب صاحب الارض والجمهور، ولكن انا شخصيا اللي طمأني دابا بزاف هو هذا المشجع الكندي. اسمع Come on, Morocco! Come on, Morocco, we want you! Let's go! هذا واقيلا ما سمعش على هذوك اللي كانوا كيقولوا هاتوا المغرب شنو طرا لهم. المهم بلا ما نهضروا على هذا الموضوع هذا، خلينا غير في الفرحه ديال المنتخب ديالنا، وهنيئا لنا من كل القلب ديالي لهذا الشعب ولهذا الدراري اللي تبارك الله تبارك الله فرحونا وفرحوا والدينا وفرحوا جميع الشعب المغربي بهذا الفوز هذا. وهنيئا لكل مغربي غايور على هذا الدرابو وعلى هذا الشعار الوطني ديالنا، وشعارنا دائما الله الوطن الملك وديما مغرب.